بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار ومن عذاب أهل النار. كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعل هذا المجلس مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، وأن يذكرنا الله عز وجل وإياكم في من عنده. فبداية نشكر أعضاء جمعية بشائر الخير الذين اقترحوا هذه المجالس المباركة تتمثل في دورة علمية حول أحاديث الموطأ الإمام مالك. وقد اختير لهذه الدورة كتاب اللباس من الموطأ وكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلفت بكتاب اللباس من الموطأ. فموطأ الإمام مالك من دواوين السنة، من أوائل ما ألف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العمدة لما جاء بعده في الصحيح. لهذا قال الشافعي رحمه الله لما ألف ابن مالك الموطأ وهو تلميذ من مالك قال: ما لا أعلم تحت أديم السماء كتابا أصح بعد كتاب الله، أصح بعد كتاب الله من الموطأ. قال الحافظ ابن حجر: إنما قال هذا الكلام الشافعي رحمه الله قبل أن يؤلف الإمامان البخاري ومسلم صحيحيهما، وقد ضمن البخاري ومسلم قد ضمن صحيحيهما كتاب أحاديث الموطأ. والموطأ له روايات كثيرة قد أبلغها الإمام ابن ناصر الدمشقي إلى 79 و100 رواية، 179 رواية للموطأ، مما يدلك على كثرة تلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليه وشهرته في الآفاق وانتشار علمه، فقد بورك له في علمه. وخصوصا كتاب الموطأ ألفت موطأات كثيرة كتب بهذا العنوان، ولكن موطأ الملك هو الذي كتب له القبول والذيوع والانتشار. وكما قلت له 79 و100 رواية، وأوصلها الدكتور الأعظمي الهندي هذا عند تحقيقه للموطأ إلى أكثر من 200 رواية. والمعتمد عندنا في المغرب هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وليس يحيى بن يحيى النيسابوري الذي يروي عنه مسلم يروي عن هذا وعن هذا. هذا مسلم يقول في صحيحه، إمام مسلم يقول: حدثنا يحيى بن يحيى، فتنظر بعد يحيى من، فإذا كان رواة الموطأ فهو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وإذا كان بعده بعد يحيى رواة أخر من نيسابور فهو النيسابوري. ولهذا قال ابن حجر في نخبة الفكر: هذا باب من أبواب علم الحديث. قال: وإن روى عن 2 متفقي الاسم، وإن روى عن 2 متفقي الاسم، هنا يروي عليه يحيى بن يحيى، ولكن شكون فيهم؟ قال:
فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يعني ننظر ما اختص بما في الرواية. يعني وهذا له أمثلة كثيرة. مثلا في البخاري يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، وهما رجلان، محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفرابري. ولهذا ننظر من هو المختص به بعد. إذا هذا علم من علوم الحديث، إحنا إن شاء الله يعني إنما ندردش دردشة خفيفة، وإلا فهذا الباب له تخصصه وله طلبته ولكن هذا لا يمنع من أن تكون عندنا فكرة حول الموضوع إن شاء الله تعالى. إذن كتاب اللباس نقول لبس الرجل لبوسا، فاللبس اللغة هو الخلط، ومنه قوله تبارك وتعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، ومنه قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد. إذن اللبس في اللغة هو الخلط، واللبس لما يلبس من اللباس. اللبس بالضم وبالكسر وما نلبسه من اللباس. إذا من هنا كاين واحد الخطأ شائع عند الناس، تبي يتكلم معك تقول لك عندي واحد اللبس، ياك هذه من الأخطاء الشائعة. الأصل ما هو الصواب؟ أن يقول عندي لبس، لأن اللبس هو الخلط. أما بالضم والكسر هو لما يلبس من اللباس، نقول لبس ولبس لما يلبس. أما بالفتح فهو الخلط. إذا سوف نعتمد يعني هذه الطبعة إن شاء الله تعالى في السرد، طبعة الدار الرشد الحديثة. وأنا عندي طبعة أخرى قديمة شيئا ما، هذه من حسنات هذه الدورة أنني حصلت على هذه النسخة، وهي من نسخة مكتبة الكلية الأزهرية سنة الطبع 79 و900 وألف، اللي هي قلنا 99 و300 وألف، تقريبا في عمرها هذه النسخة واحدة شحال تقريبا من سنة؟ 38 سنة تقريبا أو 37 سنة. وهذه الطبعة تميز كان دور الطبع عندها لجنة للمراجعة، ما يمكنش يطبع كتاب إلا ما تراجع مزيان. الطبعات القديمة تمتاز بالضبط، واخا الحرف فيها شوية تكون شوية صعيبة تقرا، ولكن هي مضبوطة. فاللي عنده النسخة القديمة وعنده نسخة جديدة وكانوا تيسردوا الكتاب، يعني في عملية السرد الأولى أن يقارن بين النسخ. يعني تيكون الناس في الحصة تيقراو تيسردوا الكتاب، هذا عنده نسخة قديمة وهذا عنده نسخة حديثة وعنده نسخة محققة. اختلاف النسخ علاش؟ باش تنضبطوا النص إن شاء الله تعالى. إذن فنبدأ إن شاء الله تعالى. واحد السؤال إذا قال مالك رحمه الله بالنسبة للتبويبات الإمام مالك هو اللي دايرهم، ما اختلاف الروايات كيف قلنا، لأنه قضية التبويب هو الأصل أن يضعه صاحب الكتاب ياك، ولكن صحيح مسلم باب الفائدة ليس هو من بوابة الصحيح. يعني قالوا لعله رحمه الله توفي قبل أن يضع له الأبواب، ووضع الأحاديث السرد جابها بوابها وكذا، ولكن الموضع ليس من وضع الكتب والأبواب. ولهذا الكتب التبويب مسلم في صحيح مسلم من وضع الشراح، واضح. إذا ما نقولوش إذا نقراو مسلم شرح النووي ما نقولوش قال مسلم الرحمن باب كذا، لم يقل مسلم باب. مسلم كتب الحديث حدثني وأخبرني من باب الفائدة، واضح. إذا تنقرأ عند القاضي عياض في الإكمال معلوم صحيح مسلم تنقولوا قال القاضي عياض، نقراو الباب عاد تنقولوا قال مسلم، إلا الموطأ مثلا البخاري وكذا. هذا يعني فالتبويب والأحاديث لصاحب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل. قال
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرب قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا؟ قال فقلت خرجنا بها يا رسول الله من المدينة. قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال فادعه فمره فليلبسهما. فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا له؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. إذن الحديث كما سمعتم يحتوي على جمل كثيرة من العلم وعلى فوائد على حكم وسنرى بعضها إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ في الشرح الزرقاني رحمة الله عليه صاحب يعني هذا شرح الموطأ إنما اختصر شرح ابن عبد البر. هذا شرح الزرقاني هو اختصار للتمهيد لما في الموطأ والمعاني من الأسانيد. التمهيد لابن عبد البر رحمه الله يعني هذا الزرقاني قد اختصر التمهيد وهو أزهري الزرقاني. وهناك زرقاني بالفتح معاصر صاحب مناهل العرفان حتى لا يختلطها ياك دابا شحال واحد تقول لي مناهل العرفان ديال الزرقاني لا هذاك الزرقاني بفتح الزاي. أما صاحبنا هذا فهو الزرقاني وعنده شرح على البيقونية وعنده بزاف الكتب شرح المواهب اللدني القسطلاني عنده كتب كثيرة. عنده شرح على مختصر خليل في الفقه المالكي كان فقيها محدثا مالكيا. وهذا صاحب مناهل العرفان كان كذلك أزهريا ولكن يعني معاصر على وهو بفتح الزاي. إذا قال رحمه الله تعالى مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني. إذن ومالك عن زيد بن أسلم. إمامنا مالك نعرفه الأصبحي رحمة الله عليه توفي 79 و100. إمام مالك توفي 179 باش نبدأ القضية 79 و100 للهجرة. عن زيد بن أسلم العدوي نسبته إلى هذه القرية العدوي نسبة مولاهم المدني يعني إنما نسب إليهم بالولاء نسب إليهم بالولاء وإلا فهو أصله مدني من مدينة الرسول الله. وهنا ينبغي أن نفرق بين المدني والمديني في النسبة. المدني هو الذي أصله من المدينة والمديني الذي نازح إلى المدينة واستقر بها. واضح يفرق العلماء بين المدني والمديني في النسبة. المدني من كان من أهل المدينة من جهة النسب أصله ومن نزح إلى المدينة وبقي فيها حتى مات لأن فيها حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ولذلك الإمام مالك لم يكن يخرج من المدينة إلا للحج أو الجهاد رحمة الله عليه شيء غرض مهم فيرجع حتى توفى الله تعالى بالمدينة. نعم. إذن أيه سنعمس عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. الصحابي ابن الصحابي. هنا كاين واحد اللون آخر أو نوع آخر من أنواع الحديث وهو فيه من روى عن أبيه رواية الأبناء عن الآباء ياك. الصحابي ابن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري هي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار بفتح الهمزة وسكون النون فميم فألف فراء بناحية نجد. إذن هذا هو الضبط اللي بدنا نضبطه ما نضبطوش بالشكل مش تقول كاين راه نعمل صلاه مشكوله لا ماشي هو هو الضبط هو هذا اللي كان القدام تيديروا بفتح الهمزه وسكون النون انمار فميم مفتوحه وتضبط
تحتانية أو فوقانية أو موحدة، إذا كانت الباء ولا النون تسمى موحدة، أو يعني مثنات مشددة وهكذا، يعني الضبط، هذا هو الضبط ياك. نعم. إذا هي غزوة بني أنمار، الغزوات التي كان يخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة. إذا خرجت تسمى غزوة، وإذا لم يخرج وأرسل الجيش تسمى سرية. هذا هو الفرق. وهذا الباب الغزوات يعني باب عظيم ينبغي أن يعتنى به، وأن يعني حتى نعلم أمجاد علماء المسلمين كيف كانوا، وأمجاد السلف الكرام كيف كانوا في هذا الباب. وكاين سلسلة الغزوات في 10 مجلدات. هناك واحد الدكتور مؤلف سلسلة الغزوات في 10 ديال الأجزاء. هي بناحية نجد في سنة 3 من الهجرة، وهي غزوة غطفان. هي تسمى غزوة غطفان. تلقى غزوة إما عندها اسم ولا جوج أسماء. بحال مثلا أعطونا مثال شي غزوة عندها جوج أسماء. يلا طلبوا حركوا شوية معنا. أحزاب. وكذلك غزوة الخندق. جزاك الله خير. نعم. إذن غزوة باعتبار المكان أو باعتبار الواقعة. وفي الغالب تكون الغزوة باعتبار المكان، بحال صلح الحديبية كتسمى غزوة الحديبية، إلا ما غزاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأخطاء نقولوا غزوة الحديبية، لا، هو صلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا وأحرم من ذي الحليفة، حتى يبين للعرب أنه لم يخرج يريد القتال. وما وخى مشى الحديبية، نزل بالمكان يعني في ضواحي مكة، وأرسلوا له 40 أو 50 فارسا. بدأوا يحاولوا أن يستدرجوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للقتال، ومع ذلك لم يقاتلوا، وإنهم كانوا قد أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابوا، ضربوا بالسهم وبئسهم وكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض عليهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلى سبيلهم. هذا هو اللي خلى هذاك يكون هذاك الصلح الحديبية. أنا هذه القضية اللي وقف عليها الصلح الحديبية كان نتيجة سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه. راه من حقه يقاتلهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. الآيات في سياق القتال ترى، بل في الحرم كاع، هي ما تبداش انت، ما تكونش انت هو الباء. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلى سبيلهم. ولهذا كان صلح الحديبية الذي فيه يظهر فيه انه فيه واحد المذلة للمسلمين، وفيه واحد النوع ديال الانهزامية، ولكنه في حق سماه الله عز وجل فتحا. إنا فتحنا لك فتحا. وفي السنة السادسة كانت الحديبية الصلح، والسنة الثامنة كان فتح مكة، سنتين، وجاء النصر والفتح. نعم. إذن الإسلام هو دين الأمن والأمان والسلم والسلام. باش هذه القضية كاين دابا تيبان تعرف الإسلام راه متعطش للدماء. إن هذه القضية كلها باش دابا هذا قرب على الإسلام والمسلمين من هذا الباب. يحاولون أن يتهموا الإسلام بالناس دموي وكذا وذا. تلك شكاة ظاهر عنك عارها، ياك رمتني بدائها وانسلت. هي سمع. بناحية نجد في سنة 3 من الهجرة، وهي غزوة غطفان، وتعرف بذي أمر بفتح الهمزة والميم. وسببها أن جمع من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول اش؟ عنده 3 الخصائص يذكرهم في حياة واحد. هي خصائص كثيرة لكن نذكرهم في حياة واحد. شنو هما؟ ذكرنا بهم. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. زيد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. زيد وأحلت لي الغنائم. إذا 3 وإلا خصائص كثيرة، وقد أجمع كتاب في الخصائص هو كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله. حاولوا أن تكتبوا هذه الكتب في حيز من المذكرة حتى تبقى عندكم إن شاء الله. يعني سأذكر في ثنايا الكلام بعض الكتب، والمؤلف قد يقول ذكره في كذا ولا ويتعامل مع يعني ناس ديال واحد الزمن معين وكان مستوى كذا. فاحنا نحاول ان شاء الله بعض الكتب نذكرها التي ذكرها المؤلف وغيرها. الاولى انك تعرف الكتاب ولا لا؟ اذا كنت عارف الكتاب ماشي بحال نعم. اذا الكتاب الخصائص الكبرى للامام السيوطي هو اجمع كتاب في خصائص رسول الله، وان كان فيه الضعيف والموضوع كاع
ولكن هو أجمع كتاب وطبع محققا في مجلدين، وكان عنده طبعات قديمة. نعم. يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا إليه، فلما سمعوا بذلك هربوا من رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب، فرجع ولم يلق حرب. هذا تيتسمى اش نوع الغنيمة هذا؟ ما فيه حرب، هذا فيء، تيتسمى الفيء، ما فيه قتال. بحال هاد الحياة بحال قليلاش بنو النضير ياك وبنو قينقاع اجتمعوا باش يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاش جا النبي لقاهم كتب عليهم الجلاء، نجلاو لانهم ما فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائمهم، تسمى الغنيمة الباردة التي ليس فيها حرب. نعم. قال جابر: فبينا بلام نعم. أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل. نعم. فقلت هذا بينما، أنا قال بلا ميم، إذا في اللغة بينما وبين نفس المعنى، وإن كان تيقولوا أهل البلاغة النقص في المبنى يؤدي النقص في المعنى. هي فبينا بلا ميم أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت يا رسول الله هلم. إذا هذيك إذا في اللغة اش تسمى هذيك؟ تحقيق فجائية. هي فجائية. نعم هي فجائية، وعندها معنى اللغوي ديالها هو ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي تدخل بزاف على الفعل الماضي في الغالب. يلا الفقه والمضارع احيانا هي قليله في المضارع، ولكن تدخل المضارع، ولكن بزاف هي تدخل على الماضي، اذا هي ظرف لم يسكن الزمن. وكذلك كيف قال اخونا زوج محمد جزاه الله خير، فهي يعني فجائيه. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم اش خارج ياك، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل. نعم. فقلت يا رسول الله هلم. اقبل الى الظل. هلم اي اقبل، هلم اي اقبل، هلم بحال مه، هلم مه صح. اش يتسموا هادو؟ اسماء افعال، اسماء الافعال. هي الى الظل. وكان من عادة الصحابة إذا رأوا شجرة ظليلة تركوها له صلى الله عليه وسلم. تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشيت تلقى دابا الفقيه قاعد في الدرس والناس ماشي رجلهم نحن باش نقص جواد هذا الشيء. يعني دابا تشوفوا الامور كيفاش كانوا الصحابه مع كان الصحابه كانوا تيعظموا النبي، كانوا يحترموه وتيوقروه وتيتركوا ليه الظل وكذا. هذا المقصود يعني من باب اش؟ ان من اجلال الله اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكرام ذي الشيبه وحامل القران، وحامل القران. هي الفكوس. وبعضهم يطلقه على نوع يشبه الخيار. هي قال الباجي هي الصحيحة. هذا الباجي وهو شكون؟ أبو الوليد الباجي، له كتاب المنتقى في شرح الموطأ، وهو اختصار كذلك لكتابه الإيماء في 20 مجلدا. الإيماء مفقود، نسأل الله أن يظهره وينتقي منه. المنتقى في 10 أجزاء. إذا المنتقى شرح الموطأ. قال الباجي هي الصحيحة، وقيل المستطيلة، وقيل الصغيرة. إذا هذو كلهم معاني ديال الكثاء. هي الخيار يشبه الخيار، ولكن قيل هي الصحيحة ما تكونش مقطعة. وقيل المستطيلة، وقيل الصغيرة. هي وقال أبو عبيد الجر صغار القثاء والرمان. إذا أبو عبيد هذا القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، هذا من أقدم من ألف في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي عبيد القاسم بن سلام له كتاب غريب الحديث في 4 مجلدات، ويروي بسنده. يروي بسنده. قال أن جمع المعاني قال إياش؟ صغار القثاء والرمان. نعم. فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال من أين لكم هذا؟ نعم. فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. شوف سول الصحابة من جبتوا هذا الشيء؟ ماشي إنسان تيقبل تيسكت. من أين لكم هذا؟ هنا احتمال أنه بغى يعرف الأصل المصدر،
ولكن العلة علاش واش حلال ولا حرام يعني تتبقى المسألة عامة ياك. هو الإنسان ما خصو يكون فيه ثاني داك التعنت، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه ثاني هذاك يعني عدم ضبط الأمور. الإسلام ديال الوسط، ماشي إنسان تيولي فيه الوسواس أي حاجة منين هادي وكذا وكذا تيبين يوقف في المحرات، وماشي عاود ثاني تلقى إنسان ما عندوش المشكل كاع ياكل اللي كان، لا. إذا الوسطية هذا هو المقصود.